السلام عليكم، وحشتوني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم ان شاء الله بفيديو جديد. يلا بينا مع بعض نعمل بسرعة البسكويت بالبرتقال بأسهل طريقة. هننزل مع بعض ب 350 جرام سكر بودرة بما يعادل 2 كوب وربع من المج العادي بتاعنا اللي في المطبخ. هننزل كمان ب 350 جرام سمنة، لازم تكون ساقعة وطالعة من التلاجة. تمام. نضربهم مع بعض ضرب جامد قوي لحد ما يبقى الخليط اللي معانا كريمي. هتضربي بالهاند بلندر او بالمضرب الكهربائي او المضرب السلك العادي، او يا ستي بلاش كل ده واضربي بايديكي عادي. هنجيب 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، نبتدي ننزل بيضة بيضة، كل بيضة كده ننزل بيها ونستنى لحد ما تختفي. بعد كده ننزل بالبيضة اللي عليها الدور. تمام. ممكن تستغني خالص عن الهاند بلندر والمضرب والكلام ده كله وتشتغلي بايديكي، بتطلع النتيجة والله كويسة برضو. انا احيانا كنت بعمل بايديا مفيش اي مشكلة خالص. وتضربي بقى لحد ما يبقى الخليط كريمي ولونه زي الكريمة. هننزل هنا بقى بظرفين من الفانيليا ونضرب بقى لحد كل البيض اللي معانا ده ما يختفي خالص، والخليط بتاعنا يبقى كريمي ولونه ابيض زي ما انتوا شايفين كده. ضربنا لحد ما بقى كريمي ولونه ابيض وما فيهوش اي تكتلات. مهم جدا ان الخليط بتاعك يبقى رايق كده وما يبقاش فيه اي تكتلات خالص. هنركن بقى الخليط السايل ده على جنب. نجيب كوباية فيها معلقة تلج برتقان وفيها نص كوباية مية، ونقلب وننزل على الخليط اللي معانا ونقلب برضو لحد ما التلج اللي معانا ده يختفي خالص. ولو موجود عصير برتقان فريش برضو هتنزلي بنص كوباية، لكن لازم يكون عصير مركز. جينا دلوقتي جبنا مع بعض نص كيلو دقيق عليه معلقة نشا. النشا مهم جدا، بتخلي البسكويت بتاعنا مقرمش كده ولونه ذهبي وجميل. وهننزل كمان بكيس بيكنج باودر زي ما انتوا شايفين معايا. هنا انا ما حطيتش نشادر لان النشادر بتحتاج لبن. انا هنا طبعا شغاله بالتلج او بعصير البرتقال، فمش هينفع خالص استخدم نشادر، هو البيكنج باودر والتلج وخلاص. هنا بقى نزلت بالخليط الجاف اللي معانا على الخليط السايل، وهبتدي اقلب لحد ما يتكون عجينه معانا كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده حطيته بقى في القمع، او لو عايزه تفرديه وتقطعيه بسكينه وبعد كده تعمليه بالشوكه. تقدري ان انت تشكليه بكذا طريقة. وهنا دخلناه الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة. تمام. انا هنا عملت يعني الشكل ده بالبلة العادية خالص بتاعتنا بتاعة البسكوت. ولو عندك مكنة برضو المكنة جميلة طبعا، بتطلع البسكوت شكله احلى واحلى. بس انا هنا عملت بالكيس اللي هو الحلواني. انا حاولت ان انا اقصر في الفيديو على قد ما اقدر. وزي ما انتوا شايفين كده خلاص خرج من الفرن، شكله يجنن وجميل. قطع عليه الشوايه دقيقه بس وانا واقفه، وسبته لحد ما برد وبعد كده رصيته زي ما انتوا شايفين. بتمنى تجربوه، وما تنسوش اللايك والشير واستنى.